هو انت نفسك في الكلام ده ولا الكلام ده كوميتمنت عليك؟ كل حد في الدنيا بيحلم شوية أحلام كده، يجيب عربية جديدة، يشتري بيت جديد، يتجوز جوازة حلوة، يفرش بيته مش عارف ايه. كل الحاجات دي أحلام. بيقولك بقى انت عشان تحقق أحلامك لازم تفكر في الحتة اللي جاية دي. هو انت نفسك في الكلام ده ولا الكلام ده كوميتمنت عليك؟ فلو انت نفسك في الكلام ده انا اوعدك مش هتحققه. لو انت كوميتد انك تعمل الكلام ده هتحققه. السؤال بقى المهم، طب افرض انت مش عندك كوميتمنت، اخلق الكوميتمنت، اخلقها لنفسك. كان في قصة كده بيحكوها لنا زمان واحنا في الانشورنس على مستر جوزيف توفيق. اللي هو بيسمعني كانوا بيحكوا لنا عنك كتير يا مستر جوزيف. كان بيقول لك ان مستر جوزيف توفيق ده اي حاجه نفسه فيها بيشتريها. يعني مثلا عايز يشتري عربيه مرسيدس ب 2 مليون جنيه وهو معاه في جيبه 200,000 جنيه، ينزل يدفع ال 200,000 جنيه مقدم ويشتري عربيه مرسيدس. طب والقسط هشتغل عشان اجيبه. طب افرض ما جبتوش هتتحبس. خلقت لنفسك كوميتمنت ب 60,000 جنيه في الشهر عشان تجيب العربيه مرسيدس، فانت هتموت نفسك عشان تدفع القسط. لو ما دفعتش هتتحبس، ساعتها هيبقى معاك العربيه المرسيدس. غير كده هي احلام بقى. فبطل نحلم وتعالى نخلق لنفسنا التزام حقيقي يخلينا نتحرك حركة حقيقية ناحية ان احنا ننجح، ناحية ان احنا نكبر. سلام عليكم.